يحكى أنه في يوم من الأيام، وبينما كان التجار يتجمعون في مجلسهم الكبير للبيع والشراء، دخلت امرأة أنيقة المظهر، لكنها تبدو مهمومة، وأشارت إلى أحد التجار المعروفين بذكائه. تقدم التاجر إليها وسألها بهدوء: يا سيدتي، هل تحتاجين مساعدة؟ قالت المرأة بلهجة فيها ترغيب: أريد خدمة واحدة فقط، والذي يخدمني سأمنحه 20 ديناراً ذهبياً. شعر التاجر بالإغراء وسألها عن نوع الخدمة. أخبرته المرأة أن زوجها غاب عنها منذ 10 سنوات كاملة بحجة الجهاد، ومنذ ذلك اليوم لم يرسل لها أي خبر أو نفقة، وأنها ضاقت ذرعاً وتريد أن تتزوج وتعيش حياتها. ثم وضحت له مطلبها الصادم: أريدك أن تذهب معي إلى القاضي وتقف أمامه وتدعي أنك أنت زوجي الغائب الذي عاد للتو، ثم تطلقني أمامه، وبذلك أتحرر وأعطيك 20 ديناراً. تردد التاجر في البداية، لكن طمع 20 ديناراً كان أقوى من خوفه من تزييف الحقيقة. وافق التاجر على مضض، وذهبا معاً إلى مجلس القضاء. أمام القاضي تقدمت المرأة وقالت: يا حضرة القاضي، هذا زوجي، عاد بعد غياب طويل وأنا أطلب الطلاق منه. سأل القاضي التاجر: هل أنت زوجها؟ وهل أنت موافق على طلاقها؟ أجاب التاجر متظاهرا بالهدوء: نعم يا سيد القاضي، أنا زوجها وقد وافقت على الطلاق. أمر القاضي التاجر بتطليقها، وما أن قال التاجر كلمة الطلاق حتى صرخت المرأة فجأة بحدة لم تكن متوقعة: يا حضرة القاضي، لحظة من فضلك، لا يزال لي حق. هذا الرجل غاب عني 10 سنوات ولم ينفق علي خلالها درهما واحدا. أطالب بنفقة 10 السنوات كلها، بالإضافة إلى نفقة الطلاق والسكن. صدم التاجر صدمة عنيفة. لقد أدرك فوراً أنه وقع في فخ مدبر. الآن هو بين أمرين أحلاهما مر: 1. أن يعترف للقاضي بأنه كاذب ومحتال فيعاقب بالجلد والسجن وتدمر سمعته بين التجار. 2. أن يتحمل المسؤولية ويدفع ثمن نفقة 10 سنوات كاملة. فضل التاجر أن يحافظ على سمعته، فتمالك أعصابه وقال للقاضي بحجة واهية: يا سيدي القاضي، كنت مشغولا بأسفار طويلة ولم أستطع إرسال المال لها بشكل آمن. حكم القاضي على التاجر بالدفع الفوري. حكمت المحكمة بدفع نفقة 10 سنوات ونفقة الطلاق، القيمة الإجمالية 1000 دينار ذهبي. دفع التاجر المبلغ الهائل وهو يشعر بمرارة الندم، ثم خرج من المحكمة منكسرا. وعند الباب ابتسمت له المرأة بسخرية وناولته 20 دينارا التي وعدته بها في البداية، وكأنها تقول له: لقد أوفيت بوعدي، لكنك دفعت الثمن غاليا. أدرك التاجر متأخرا أن طمعه في 20 دينارا جعله يخسر 2000 دينار، وورط نفسه في جريمة تزوير كان ثمنها باهظا جدا. الدرس المستفاد من هذه القصة: لا تجعل الطمع يدفعك لوضع نفسك في موقف لا تدرك كل عواقبه المحتملة، فمن يسعى لربح قليل بطريقة غير شرفية قد يجد نفسه يخسر كل شيء في المقابل.